حبايبي طلاب الصف الثالث الاعدادي، احنا ان شاء الله هنبتدي النهارده مراجعه يونت 1 واتمنى ان هي تكون مفيده ليكم. هنراجع الجرامر، مش هراجع الفوكاب دلوقتي طبعا، لان الفوكاب هيكون ليه حلقات طويله قوي، وهنمسك الفوكاب والجرامر وهنحل مراجعه على يونت 1 ويونت 2. مش هسيبكم ان شاء الله الا واحنا مقفلين الماده from zero to hero. Okay, now we have the present perfect tense. ايه هو البريزنت بيرفكت تنس؟ هو زمن المضارع التام. زمن المضارع التام ده هو الزمن اللي هيربط بين الماضي وبين المضارع. ركز ان هو حاجه بدات في الماضي ولسه موجوده لحد دلوقتي، او حاجه بدات في الماضي وانتهت بس اثرها لسه موجود، او حاجه عايز اتكلم عنها بدون تحديد وقت في الماضي، يعني ملهاش وقت محدد في الماضي. عايز اتكلم عن انجازاتي، ان انا حصلت على شهاده، حصلت على ميداليه، خلاص اشتغلت في المكان الفلاني، اتكلمت على الاكسبيرينس بتاعتي، الخبرات بتاعتي. يبقى المضارع التام هو في المضارع، بس هو مرتبط بايه؟ بالباست، مرتبط بالماضي بتاعك. طيب ايه تكوين المضارع التام في الاول؟ الاي وي يو they لازم احط معاهم have اللي اختصارها apostrophe في اي، واروح حاطط التصريف الثالث للفعل. طبعا يعني ايه التصريف الثالث للفعل؟ احنا عندنا الفعل، اي فعل في الدنيا ليه 3 تصريفات. التصريف الاول اللي هو الفي 1 اللي هو شكل الفعل الاساسي، زي مثلا كلمه swim، الماضي بتاعها swam، التصريف الثالث بتاعها swam. swam. التصريف الاول ده نستخدمه في المضارع وازمنه الفيرب، ولو في حاجه تخلي الفيرب انفينيتيف. swam لو في كلمه تدل على الماضي. كلمه swam بنستخدمها في زمن البريزنت بيرفكت او في الباسيف بتاع اي زمن. طيب الهي والشي والات بتاخد هاز، الاختصار بتاعها apostrophe اس، بعد كده التصريف الثالث للفعل. طيب I have found a pen. I have found a pen. امتى؟ ما قلتش امتى، المهم ان انا لقيته، ده انجاز. she has studied hard، ما حددتش هي ذاكرت امتى. my uncle and aunt have sent me an email، بدون تحديد وقت. بدون تحديد ايه؟ لو حددت وقت في الماضي يبقى ده على طول ماضي بسيط بس. النيجاتيف بتاعي الاي والوي واليو والذي بناخد haven't or have not or haven't، has not or hasn't، ولازم التصريف الثالث معايا ثابت. we have not or haven't finished studying English yet. طيب في السؤال بتاعي اسال بهاز وهاف، بعد كده السبجكت وبعد كده التصريف الثالث للفعل، يبقى انا عندي حتتين كده ما ينفعش نسيبهم من بعض، اللي هم هاز او هاف والتصريف الثالث للفعل اللي هو الباست بارتيسيبل. طيب have you ever eaten Chinese food؟ انا كده بسال عن خبرتك في اكل التشاينيز فود، فتقول لي yes I have او no I haven't. has she cooked fish yet؟ yes she has or no she hasn't. طيب ممكن اسال what او where او when او who او how، واروح حاطط have او has، بعد كده السبجكت، بعد كده past participle. طيب اول استخدام لينا نستخدم عشان حاجه بدات في الماضي بدون تحديد وقت، زي ما اقول لك my favorite writer has written a new book. ما قلتش وقت محدد امتى، ما قاليش امتى. I have been deaf all my life، خلاص ما قاليش امتى. I have been deaf all my life. I have lived in Aswan since 2007. خلي بالك لو جه هنا في نفس الجملة دي قال لي in 2007 يبقى هو الحدث ده انتهى. since يبقى الحدث ده بدأ في 2007 ولسه ما انتهاش. طب لو قال لي in 2007 يبقى ما اقدرش احط have، ساعتها اقول ايه؟ I lived. طب since خليتها لي احط I have lived. طيب I can't play the match because، خلي بالك ان ده I can't play the match ده عبارة عن أثر موجود في البريزنت. I have hurt my leg، يبقى دي حاجة بدأت في الماضي وانتهت بس الأثر بتاعها لسه مكتوب. تامر has sent me an email. He wrote it yesterday. خلي بالك هو بعت الإيميل ووصل لي دلوقتي. طيب إيه الكلمات الدالة على الزمن؟ just، already، yet، before، ever، never، since، for. أوكي؟ أول حاجة هنستخدمها في التكوين بتاعنا هي الباسيف، المبني للمجهول. مبني للمجهول يعني ايه؟ انا ابتدأت باللي حصل فيه الفعل. هنا tourists have visited the pyramids. مين اللي زار البيراميدز؟ التورست، يبقى ده السبجكت، ده الدور اوف ذا فيرب، ده اللي عمل ايه؟ الفعل. حطيت have ايه؟
visited. طب لو ابتديت بالبيراميدز، البيراميدز هي اللي حصل فيها الزيارة، يبقى ده الأوبجكت أو المفعول بتاعي، يبقى the pyramids have been visited by tourists. طيب أول حاجة أو أول استخدام عندي ever وإيه؟ ونيفر. ever مش بنستخدمها إلا في السؤال. نسأل على إيه؟ نسأل على خبرة. نسأل على إيه؟ على خبرة. Have you ever been to the desert? Yes I have or no I haven't. بس على الاكسبيرينس حطيت ever فين؟ قبل التصريف الثالث للفعل. طيب never دايما بتديني النيجاتيف مينينج، دايما بنحطها he has never ridden a camel and he has never seen the ايه؟ the sea. هو ولا عمره شاف الكامل ولا عمره شاف السي. طبعا ما اقدرش احط هنا نوت، يعني لو اجي اقول لك he hasn't never ولا he has never، لا هي never نفسها نيجاتيف فمش ينفع احط معاها نيجاتيف تاني. asking and answering using ever and ايه؟ and never. Have you ever met a famous person? No, I have never met a famous person before. أو yes, I met a football player once. For و since. For بيجي بعدها الديوريشن أو مدة حدوث الفعل من ساعة ما ابتدى لحد دلوقتي. خلاص؟ اللي هي ال period of ايه؟ of time. زي خلي بالك إن هي أي حاجة أولها A أو آخرها S. زي 3 days, 4 months, 2 years, long time, long years, 5 hours, an hour, the last زائد مدة. خلي بالك من the last زائد ايه؟ I have lived here 13 years. تاخد since ولا for؟ تاخد for عشان ده عدد سنين اللي هي الديوريشن او البيريود بتاعتي. Have you been at this school for a long time? For a long time? No, I have only been here for a month. Since a point of time. يعني ايه a point of time؟ يعني بداية حدوث الفعل. يعني لما اجي اقول لك since 2009, 2014, since May, since Sunday, since last week. خلي بالك لو the last week تاخد for. Since last year, since yesterday, since then, since he went abroad أو أي جملة في الماضي البسيط. طيب I've studied English since I was 8 years old. يبقى أنا ابتديت دراسة الإنجليش لما كان عندي كام سنة؟ 8 ولسه ما خلصتش. Has your uncle worked at the hospital since he moved to Cairo؟ أنا حطيت بعدها جملة فين؟ في الباست سيمبل وقبلها present perfect سواء هو سؤال أو جملة. Yes he has worked there since 2008. أنا جبت بداية حدث 2008. خلي بالك من كلمة has been to و has gone to. has been to راح ورجع، has gone to راح ولسه هناك. has been to معناها came back رجع. has gone to معناها still there. I have been to Paris 3 times. خلي بالك 3 مرات. طالما 3 مرات يبقى راح ورجع راح ورجع راح ورجع. I want to go there ايه؟ again. أحمد has gone to the club. You can join him there now. عشان هو موجود هناك دلوقتي بقول له ممكن تروح له دلوقتي يبقى هو لسه موجود still there. تعال نشوف yet و already. yet معناها at any time until now. يعني حاجة إن شاء الله هتحصل خلاص أو حاجة لسه ما خلصتهاش لحد دلوقتي. She hasn't been to another country yet. She will إن شاء الله. Already means before now or before a particular time. يعني we use it at the end of the sentence كلمة already أو ينفع قبل ال past participle. يعني ممكن أقول لك إيه she has played in 2 concerts already أو she has already played in 2 concerts. We use it before the main verb قبل ال past participle زي she has already written a book of short stories. طيب تعال نشوف نحل على الكلام ده. For student book exercise my homework already ما تجيش إلا في الجملة المثبتة مش المنفية يبقى استخدم كلمة have finished. طب ليه مش has finished؟ عشان I بتاخد ال have. My car lately كلمة lately recently so far up till now الحاجات دي كلها بتدل على
ال present perfect طبعا كلمة over دي is. My car has repaired ولا has been repaired؟ لو العربية هتصلح تبقى has repaired، والعربية مش هينفع تصلح، هي ينفع تتصلح، هي اللي هيحصل فيها الفعل، تبقى has been repaired. The museum هو اللي هيزور ولا يتزار؟ هو اللي هيحصل فيه الفعل by many tourists، تبقى has been visited. They spaced to Alexandria. They have been to Alexandria. Okay. have never been هتبقى have never been. طب ليه ما خدناش has ever been؟ عشان ever ما ينفعش تيجي في الجملة العادية دلوقتي، و never has طبعا the present simple، و never have the present simple، و have never been هي الجملة الصح. He spaced the room. He had just left the room. Has just left the room. We space in this city since 2017. طالما قال لي since 2017 تبقى we have lived. أحمد spaced that movie yet. يبقى أحمد إيه؟ hasn't seen that movie yet. عشان كلمة yet بتيجي مع النيجاتيف مع hasn't و haven't. We know our friends since primary school. Primary school هنا جاية بداية حدث وقبلها since، يبقى استخدم present perfect اللي هو we have been friends since primary school أو primary school. I spaced that book already. طالما عندي already يبقى استخدم has و have. التصريف الثالث للفعل، التصريف الثالث للفعل read. تبقى I have read. I spaced English for 12 years. for 12 years وما قاليش ان هو غير العادة، يعني ما جابليش جملة ان هو غير العادة دي او غير الحاجة دي، يبقى استخدم I have spoken English. طبعا ever هتبقى have you ever. الهومورك hasn't finished yet، لسه ما خلصش لحد دلوقتي. اوكي. sorry. The homework hasn't been finished. لسه ما تخلصش لحد دلوقتي. لو قلت hasn't finished يبقى مثلا أحمد hasn't finished the homework. خلاص، إنما الإجابة الصح تبقى hasn't been finished. We have lived in this city. طبعا بداية حدث هنستخدم كلمة since. I haven't seen that film. haven't negative يبقى هستخدم كلمة yet. Many good changes in our school recently. recently احنا قلنا recently lately up till now، الحاجات دي كلها present perfect، يبقى هنستخدم have والتصريف الثالث للفعل او have been made. طبعا عشان ال changes اتعملت مش عملت، هي اللي حصل فيها الفعل ال changes اللي هي اتعملت. I have known my best friend for 10 years عشان دي مدة محددة. Many students by their helpful teacher this year. طبعا this year repeat ده repeated action. خلاص، يبقى many students have helped ولا have been helped، هم اتساعدوا. طب عرفت منين ان هم اتساعدوا؟ عشان في by وايه والفاعل اللي هو التيتشر او الاوبجكت by plus the doer. He not his homework so he can relax now. He had just finished his homework. New cities by the current government. New cities spaced by the current government تبقى new cities have been built. طب ليه مش have built؟ الcities مش هي اللي هتبني، هي اللي هتتبني. My car has been lately هتبقى has been repaired. طبعا أنا محتاج هنا التصريف الثالث للفعل. My sister has broken her phone again. I spaced not seen that movie yet. طالما yet يبقى لازم استخدم كلمة ايه؟ has أو have، وطبعا الاي هتاخد have، وyet بتخليها negative، وسي هخليها seen، تبقى haven't seen. We space read 3 chapters since 7 o'clock هتبقى we have read. Have you ever eaten؟ تصريف ثالث للفعل. She has studied English since she was a child. Have you ever عشان ده سؤال. The window
has been broken عشان الشباك ايه؟ اتكسر. They have just finished عشان just هنحطها قبل التصريف الثالث للفعل وبعد كلمة has و have في الجملة المثبتة مش المنفية. بعد كده have you ever ridden. The task has been completed. تعال نشوف سؤال الري رايت. They have bought a new car. عاوز استخدم كلمة ايه؟ been. been دي انا عندي وانا بحلها ليها استخدامين. يا اما اقول have been اللي هو راح ورجع، وهنا الجملة مش بتعبر عن حاجة راحت ورجعت، هنا الجملة كلها بتتكلم عن واحد اشترى عربية جديدة، هو ولا راح ولا جه. انا كده محتاج اخلي الجملة باسيف، محتاج اخليها مبني للمجهول. يبقى هبدأ بكلمة a new car. اتفقنا؟ بعد كده اروح حاطط has been والتصريف الثالث للفعل bought هتفضل زي ما هي bought عشان التصريف الثالث للفعل bought buy bought. طيب انا عايز احط كلمه yet. she has visited أسوان، عايز احط كلمه yet يبقى اخليها she hasn't visited أسوان yet. على فكرة أقدر أقول she hasn't yet visited أسوان. She has lived in Cairo since 2020. عاوز أستخدم for يبقى أنا عاوز أبدل since بإيه؟ before. اللي قبلها زي ما هو. أروح حاطط for 5 years. طب جبت منين ال 5 years؟ ماشي إحنا قلنا المضارع التام حاجة بدأت في الماضي ولسه موجودة لحد دلوقتي، يبقى معنى كده إن أنا هطرح من الوقت بتاع دلوقتي. طب إحنا في سنة كام؟ We are in 2025. يبقى هطرح 2025 من 2020 هتبقى 5 years. They football has been played by them. انا عاوز اخلي them دي احولها لايه؟ لthey. يبقى انا عاوز احول من الباسيف للاكتف. يبقى they هتاخد has ولا have؟ تاخد have. been هتتشال طبعا عشان ده مش باسيف، تبقى they have played football. طيب they watched TV a short time ago. انا عاوز احط كلمه just، وعلى فكره دايما تيجي كده نبدل short time ago بكلمه just. طبعا ده زمن الباست سيمبل، انا هحوله للبريزنت بيرفكت يبقى اخليه they have just watched TV. لو كملت وحطيت a short time ago هتبقى الجمله غلط. اوكي كده احنا راجعنا بسرعه الجرامر بتاع البريزنت بيرفكت ده كويك ريفيجن. لو محتاجينها in details، لو محتاجين تفاصيل اكتر او محتاجين امثله اكتر just leave a comment. سيب لي كومنت صغير وانا هجمع الكومنتس واعمل لكم فيديو مخصوص للحاجات اللي انتم محتاجينها في الكومنتس. اشوفكم ان شاء الله مع الوحده الثانيه واتمنى تكونوا استفدتوا، ورحله سعيده في ثالثه اعدادي ان شاء الله. ان شاء الله معانا هتاخد الفول مارك from zero to hero باذن الله.